اوكي يا صديقي، عندنا بقى الكوتشينة بتاعتنا. شوف بقى الخدعة بتتعمل ازاي، شوف الجمال والحلاوة. هتجيب الكوتشينة كاملة. لو ما كنتش شفت الخدعة ارجع شوف الفيديو اللي قبل ده عشان انا اخش في الشرح على طول. هتجيب كوتشينة كاملة، وهتجيب ورقة هتكتب فيها ان الكروت الحمر اكتر من الكروت السود باربع كروت، او قول رقم الكروت اللي انت عايزه. عايز تقول كارتين ماشي، عايز تقول 5 ماشي، عايز تقول 3 ماشي. اكتب الرقم اللي انت عايزه. المهم، هنا المفروض يبقى الكروت السوداء اللي هتطلع لنا في النهاية أقل من الكروت الحمر بأربعة. يبقى نطلع من الكوتشينة بتاعتنا أربع كروت، نحطهم بقى في جيبنا، ارميهم، اعمل اللي انت عايزه. المهم تبقى الخدعة بتتعمل بكوتشينة ناقصة أربع كروت سود. ليه؟ علشان هنا الكروت الحمر أكتر من السود بأربعة. طب لو انت كتبت ان الكروت الحمر أكتر من السود بتلاتة، يبقى هتحوش تلات كروت بس. لو انت حابب تعكس الموضوع، يبقى بدل ما تحوش كروت سود حوش كروت حمر. انت فهمت الفكرة؟ اوكي. نحوش بقى دول، وهنلعب بالكوتشينة بتاعتنا ولخبطها فعلا زي ما انت عايز. تمام، الكوتشينة ما فيش فيها اي ترتيب، لانها سيلف وورك. يعني ايه؟ بتشتغل من تلقاء نفسها. لخبط براحتك، انت مش محتاج تعمل اي حاجة تانية. وبعدين هتعمل الخطوات بتاعتنا. ادي الكارت والطاقة قدامنا، ونبتدي بقى ننزل. هنشوف لو كارتين مختلفين هيتحطوا هنا، مختلفين هيتحطوا هنا. كارتين ورا بعض حمر هنحطهم هنا، كارتين ورا بعض سود هنحطهم هنا، سود هنحطهم هنا. اهو كارتين سود تاني هنا، مختلفين مختلفين مختلفين. كارتين سود، كارتين حمر، كارتين مختلفين، كارتين حمر. بس كده يا سيدي، هناخد بقى الكروت المختلفة دي نبعدها على جنب، لان لعبنا كله بالكروت الحمراء والكروت السوداء. دلوقتي نعد الكروت السوداء دي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 كروت لونهم اسود. عندنا هنا ايه؟ الكروت الحمراء ازيد من الكروت السوداء دي باربعة، يعني المفروض نعد دول يبقوا 14 كارت. تعالوا نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 كارت. بس كده يا سيدي. المهم لايك، كومنت، لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، والسلام.